اخناتوش ولا غيره راه ما غاديش ينفعك لا في الدنيا ولا في الاخره. اللي ينفعك هو الكلمه ديال الحق والموقف الصادق. واش السياسي كيتحاسب قدام الله بحال الناس كاملين ولا عنده ماله خاصه؟ جاوبوا بكل وضوح وبلا عاطفه. كيتحاسبوا اكثر من الناس العاديين، راه عليهم الحساب كبير. الرسول عليه الصلاه والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني كل ولا شي حاجه، ولكن السياسي ولا الحاكم راه مسؤول على الشعب كامل. الا ظلم ولا كذب ولا خان ولا ضيع مصالح الناس راه كلشي الشيء غيتحاسب عليه. الله سبحانه وتعالى قال في سوره الاحزاب: انا اردنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنا وحملها الانسان. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كيبكي في الليل ويقول: الا تعطرت بغله في العراق راه الله غادي يسولني علاش ما صوتش ليها الطريق. وهذا راه عمر، واحد من الصحابه الكبار والمبشرين بالجنه. فشنو نقولوا على السياسيين دابا اللي ما عندهم تقوى عمر ولا عدلوا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، من بينهم امام عادل. باش شي كيوصل لهذه المرتبه، لان في المقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اي واحد عطى الله مسؤوليه على الناس هو غاش لهم راه الله كيحرم عليه الجنه. وشوف ليه خطوره الوضع. الغش هنا ماشي غير فداء، راه حتى انك تسكت على الظلم ولا تضيع المال العام ولا تعطل مصالح عباد الله، راه حتى هذا الشيء غش. المشكل ماشي غير في المسؤولين، حتى حنا كشعب كنساهموا وكنقدسوا بعض الوجوه وكنتعصبوا الحزب ولا اسم وكنساو بلي كل شيء غادي يتحاسب. اخناتوش ولا غيره راه ما غاديش ينفعك لا في الدنيا ولا في الاخره. اللي ينفعك هو الكلمه ديال الحق والموقف الصادق. خاصنا نفيقوا ونوعاو ونحاسبوا، ماشي نسكتوا حتى يجي الحساب حقيقي عند الله اللي ما كيظلم حتى واحد. السياسي ماشي بحال الناس في المسؤوليه، ولكن في الحساب راه بحالهم بحالنا وربما اكثر. ما تبقاش تنخدع بالشعارات ولا بالهضره الزوينه. الحق يبقى حق والباطل باطل. بالحق ماشي بالعكس. ونزيدك، انا ما كنأيد حتى حزب، لكن اللي نقدر نبصم لك عليها هي ان هذه اكفس حكم. يبقى الرجل العجوز اقل ضرر من هاد مصاصين الدماء اللي كاينين. بيس.